بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأنفال الآية 12. كنت في حديث على صفحة أحد الأصدقاء الأعزاء، ودخل علينا أحد المناظرين، أو بيسموهم، لأن مش مناظر، يعني ده مش تناظر عادي، يعني أحد الناس اللي حافظة بعض الانتقادات والشبهات، ويجي يتكلم. المهم من ضمن الشبهات كلمني عن الآية 12 في سورة الأنفال. بسم الله الرحمن الرحيم: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. صدق الله العظيم. الآية تفسر بص، هنشوف طب التفسير الأول بتاع ابن كثير. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، هذه نعمة خفية أظهرها الله تعالى لهم ليشكروه عليها، إن ربنا بعت لهم الملائكة. دي في غزوة بدر. وهو أنه تعالى وتقدس وتبارك وتمجد أوحى إلى الملائكة الذين أنزلهم لنصر نبيه ولدينه وحزبه المؤمنين، يوحي إليهم فيما بينه وبينهم أن يثبتوا الذين آمنوا. قال ابن إسحاق: وآذروهم. وقال غيره: قاتلوا معهم. وقيل: كسروا سوادهم. طيب، يعني ابن إسحاق قال إن دي كانت مؤازرة، دعم. غيره قال إن قتلوا معاه، يعني كان بيمسكوا السيف بقى وكده، والملائكة وراكبين حصينة. طيب، وغيرهم قال لا، ده عشان يزودوا العدد، لأن عدد المسلمين كان قليل فعلا، كتير جدا بالنسبة للمشركين، وكم من فئة قليلة. فنزلوا الملائكة عشان يكتروا العدد ويبقوا مرئيين للمشركين، يعني هم تم رؤيتهم للمشركين. وقيل كان ذلك بأن الملك كان يأتي الرجل من أصحاب النبي من المؤمنين، يعني صلى الله عليه وسلم، يقول: سمعت هؤلاء القوم، يعني المشركين، يقولون والله لئن حملوا علينا لننكشفن. يعني يروح للمؤمن اللي بيحارب ويقول له، أكيد بقى يعني هيبقى عامل نفسه إن هو الملك، إن هو بشري، فيقول له: ده أنا سمعت المشركين بيقولوا لو قاموا علينا أكتر ممكن يموتونا. فالمؤمن اللي بيحارب المشركين يسخن ويقول: الله، ده خلاص، ده كده هم، ده الضعف بتاعهم، ويبدأ يبقى مقدام ويتقدم ويكتسب شجاعة. فيحدث المسلمون بعضهم بعضا بذلك فتقوى أنفسهم. حكاه ابن جرير. يعني أنا شايف بس في الحتة دي اللي هي إذ يوحي ربك إلى الملائكة، الجزء ده من الآية: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. الحتة دي بس فيها 5 أقاويل أو 4 أقاويل هي. خلاص. طيب، اللي بعد كده خلينا، يعني عشان أصل الاختلاف ده نعمة، والاختلاف لأن هنا كل واحد بيقول بما يتراءى له. لكن ايه المثبت؟ يعني المشكله ان هنا يعني في حد بيقول: سمعت هؤلاء القوم، يعني المشركين، يقولون ان قيل، يعني ان في حد من المفسرين بيقول ان انا عرفت ان ده حصل. فهو هنا بينقي بيقر ويجزم ان الملائكه راحوا للمؤمنين وقالوا لهم: الحقوا، ده انتوا جامدين جدا والمشركين خايفين، انتوا مالكوا واقفين ورا كده ليه؟ ده بالعكس، ده هم اللي خايفين مش انتوا. فهنا دي لو هو بيتقول الحدث ذات نفسه فده اسم، حتى لو هو عشان يقرب الصورة. وقال غيره: قاتلوا معهم. يعني قاتلوا معهم، يعني اذا حد نقل له ان هم مسكوا السيف. هنا في، مش هنقول بقى بما يتراءى له، ده هنا ممكن يدخل ان لو المسائل دي مش مظبوطه. يعني ابن اسحاق قال: اذروهم يعني دعم معنوي. خلاص. فلو حصل دعم مادي وهو كان ربنا منزله معنوي، يبقى اللي قال ان حصل دعم مادي ده كذاب. المشكله ان ده هيبقى حد من المفسرين
اللي انت مفروض او انا بناخد الرأي منه. بعض المشككين في الدين لما بدأوا يحسوا ان الناس بدأت تفهم وتفكر وتخرج من عباءة التفاسير التقليدية اللي كان فيها بعض الخبث المقصود، وفيها بعض الأخطاء الغير مقصودة، وفيها بعض التأثر بالثقافة المجتمعية والبيئية وقتها. يعني فيها حاجات كتير جدا. اوعى تقول لي، اوعى تقنعني ان ده ابو اسحاق الحويني، الشيخ ابو اسحاق الحويني اتكلم مش عارف على مين. انا كنت منزل فيديو ليه ان كان قاصد حد يعني من بتوع الاحاديث، وكان عامل كتاب وكان قاصد. يعني انا مش عايز، يعني كان بيقول ايه، انا خايف اقول كده يعني احسن مش هنخلص، ان الراجل ده كان قاصد، وحد مشهور قوي مش البخاري طبعا، حد مشهور قوي ان كان قاصد ان هو يفسد في الدين. فاحنا بنضحك على نفسنا ليه؟ احنا ما فيش ضحك. طيب هنكمل. احنا كل ده ما بنفسرش الآية، احنا كل ده بنقرأ التفاسير اللي كانت موجودة. وقوله سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، ربنا رب العزة بيقول أي ثبتوا أنتم المسلمين وقووا أنفسهم على أعدائهم عن أمري لكم بذلك. انت خلص الآية اللي فاتت هتطمن المسلمين. سألقي الرعب، أنا بقى هلقي الرعب والمذلة والصغار على من خالف أمري اللي هم المشركين وكذب رسولي، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. بنان اللي هي الصوابع، وفي ناس قالوا هنقرأ الكلام ده. فبيقول لهم اضربوا يعني اقطعوا. بقى التفاسير هقريكم دلوقتي معناها اقطعوا الرقبة من على الرقبة عشان يبقى الراس تتفصل. أي اضربوا الهام ففلقوها، فافلقوها. يعني يضربوا الهام، الهام اللي هي الهامة اللي هي الراس، القورة بقى اللي من قدام كده يروح شائق راسك يفلقها. وحد تاني قال لا، اختلف المفسرون في معنى فوق الأعناق، فقيل معناه اضربوا الرؤوس اللي هي الهامة، قالوا عكرمة، وقيل معناه فوق الأعناق أي على الأعناق، يعني من العنق ذات نفسه، من الرقبة ذات نفسها. وده اللي الضحاك اللي قاله. ويشهد لهذا المعنى أن الله تعالى أرشد المؤمنين إلى هذا في قوله فإذا لقيتم، في آية تانية بقى سورة سيدنا محمد، سورة محمد، الآية 4. السورة تذكر بالاسم، يعني عشان كده لما قلت سيدنا محمد رجعت تاني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ده حاجة تانية. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا ده بص الآية دي بتثبت إن هم اللي بيقولوا غلط. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، هتضربهم على رقبتهم، حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق. خلي بالك بقى، هو بيقول لك اضرب الرقبة، فأول ما تحس فضرب الرقاب، حتى إذا أسخنتموهم، لو خلاص بقى هم يعني قالوا جاي، فشدوا الوثاق. شدوا الوثاق يعني اقصروهم، الأسر. هو أنا قطعت رقبتهم وأقصرهم إزاي بعديها؟ يعني اثبت عشان ما ندخلش في تفاصيل يعني. فهنا الضرب، ضرب الرقاب لها معنى تاني هنقوله احنا دلوقتي على حسب ما يتراءى لي، والله اعلى واعلم. لكن يعني خلونا نشوف اقرب المعاني. وقال وكيع عن المسعودي عن القاسم قال رسول الله. لما تيجي تقرا الاسامي دي اسامي بيئتهم ووقتهم، فبلاش، لان في ناس هتستغرب الاسامي شويه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لأعذب بعذاب الله. لا أعذب ولا أعذب أنا مش عارف. إنما بعثت بضرب الرقاب وشد الوثاق. إني لم أبعث لأعذب بعذاب الله. واختار، أنا مش فاهم الصراحة يعني عشان نبقى واضحين، عشان التشكيل مش واضح. إني لم أبعث، أنا ربنا ما بعتنيش عشان أعذب بعذابه هو، إنما بعثت بضرب الرقاب وشد الوثاق. الكلام ده مش يعني ان انا يعني هو ربنا عذب الناس خلاص. فاني لم ابعث، انا هفكر معاك اهو، خلي بالك احنا بنفكر ازاي. اني لم ابعث مش هاخدها كده، اني لم ابعث لاعذب، لو قلنا ان هي لاعذب مش اعذب، لاعذب يعني اعذب حد بعذاب الله. عذاب الله ما فيش اقصى منه خلاص. يعني انا مش مبعوث ان انا اعذب الناس اللي قدامي، انما بعثت بضرب الرقاب وشد الوثاق. فيعني هو بيقول النبي عليه الصلاة والسلام
ان انا ربنا مش بعتني عشان اعذب وبهدل الناس اللي قدامي، لكن بعتني عشان اقطع الرقبه. ده كلام يعني. هو النبي بينفي ان هو مش عايز يعذب الناس المشركين، ولكن بعثت بضرب الرقاب، يعني قطع رقبتهم وشد الوثاق بأسرهم. لا الكلام لا يعني حتى لا يستقيم، يعني المعنيين مع بعض لا يستقيموا. لكن الكلام هنا هيبقى معناه واضح لما تيجي تفهم ضرب الرقاب معناها ايه. الضرب هو التفريق زي ما قلنا قبل كده مليون مرة. الضرب هو التفريق. ضرب الرقاب ان تتقل رقبتهم على جسمهم، فراسهم تبقى تقيله، فاللي هي بيبقى نوع من انواع التفريق. ويقول لك هي برضك اللي في الايه يقول لك ده عمل له عمل اللي احنا بنقوله، ده عمل له عمل بوقف الحال، عمل له عمل بوقف الحال. فضرب الرقاب اللي هو فاغشيناهم فهم لا يبصرون، ضرب الرقاب تيجي عليها ضرب الرقاب، والله اعلى واعلم. خلاص. وشد الوثاق لما ضربت رقابهم فهم انا اسف رقبتهم، يعني الرقاب انا عندي مشكله في القاف والكاف. فهنا بقوا سهل ان انا اقصرهم. خلاص. وشد يعني انا هقصر ناس اتقطعت رقبتهم ازاي. واختار ابن جرير انها قد تدل على ضرب الرقاب وفلق الهام. قلت هم كان عندهم في الوقت ده عمليه القتل والذبح والحاجات دي في طبيعتهم كان مسألة عادية، لأن السلاح اللي كان موجود كان السيف، فالسيف بيتعمل بيه بيصول ويجول بقى ومش عارف إيه. فالعملية بالنسبة لهم الدم اللي بيسيل والحاجات دي بالنسبة لهم كان بسيط وعادي. فكانوا بيفسروا الأمور على هذا أو من هذا المنحى. لكن اللي رب العزة كان بيتكلم عليه، رب العزة ما لم يدعو إلى العنف إطلاقا، ولكن كان يدعو إلى المعاقبة بالمثل. ولو رجعوا خطوة يا خلاص يا محمد، خلاص يا مؤمنين رجعوا، الناس جابوا ورا، خلاص انتهينا. قلت وفي مغازي الأموي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يمر بين القتلى يوم بدر فيقول نفلق هامة، يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام بين القتلى، يعني الناس ماتوا خلاص، بس هو النبي وحشي بقى يعني يعني استغفر الله العظيم يا رب، يعني عليه الصلاة والسلام بالشكل اللي هيتقال دلوقتي. نفلق هامة فيقول أبو بكر من الرجال أعز علينا وهم كانوا أعق وأظلموا. يعني الرسول يقول هنشق الهامة، فأبو بكر يقول الناس دول كانوا حبايبنا لكن للأسف عاقوا الله وظلموا نفسهم. فيبتدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأول البيت ويستطعم أبا بكر رضي الله عنه إنشاد آخره لأنه كان لا يحسن إنشاد الشعر. يعني النبي يقول البيت لكن هو النبي ما كانش شاعر، فكان يقول البيت، وسيدنا أبو بكر كان يبدأ ينظمه، يعني يعمله بشكل، لأنه كان لا يحسن الشعر على إنشاد الشعر اللي هو سيدنا محمد، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وقال الربيع بن أنس الشكل اللي بيتفسر بيه دلوقتي اللي احنا بنقراه في التفسير دموي قوي، يعني مش هزار. النبي عمره ما هي ما انت انا مش عارف ايه المقصود من ان تظهر الصورة دي للنبي عليه الصلاة والسلام. كان الناس يوم بدر يعرفون قتل الملائكة ممن قتلوا، يعني اللي هم قتلوهم من قتل الملائكة اللي قتلوهم بضرب فوق الأعناق، يعني اللي مضروب فوق راسه يبقى ده الملائكة اللي قاتلينه، كأن ما فيش حد من المحاربين المؤمنين البشر هيعرفوا يضربوا فوق الأعناق. وعلى البنان مثل سمة النار قد أحرق به. وقوله واضربوا منهم كل بنان، قال جرير معناه من كل عند مفصل، حد قلق من الطرف مش عارف ايه. المهم بقى خلينا بقى في الايه، في التفسير. بس في حاجة هنا كنت عايز اوريها لكم، ان ابو جهل مات فقتل ابو جهل، اخر فقرة، فقتل ابو جهل لعنه الله في 69 رجل واسر عقبة بن ابي. اسر ليه؟ فقتل صبرا فوفى ذلك 70 يعني قتيلا. طيب يعني فقتل صبرا ليها معنيين، قتل صبرا زي قتل بحثا، يعني من شدة الصبر
ما ماتش، لا يعني صبر قوي يعني. طيب خلينا بس في الآية بتاعتنا اللي احنا جايين عليها. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. ربنا أوحى للملائكة اللي نازلين فعلا يدعموا المؤمنين، فئة المؤمنين اللي مع سيدنا النبي، أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. تنزلوا هتثبتوهم ازاي؟ هتجيبوا مسامير؟ لو انت هتجيب بقى المعنى الحرفي، هتجيب مسامير وتدق رجلهم في الأرض وثبتوهم، ولا تثبتوا الذين آمنوا أنزلوا عليهم السكينة والطمأنينة والهدوء وراحة البال. ساعات تقعد كده هون تبقى قاعد حتى من غير سماع قرآن تقول أنا حاسس إن أنا قاعد في جو روحاني إلهي ملائكي جميل، وتحس إن العصافير فوقك بتزقزق وحاجات زي كده اهو. ولما تسمع القرآن وأنت نفسك مطمئنة تحس إن أنت كأنك طاير في السماء. هنا ده الشعور الروحاني يعني. فربنا رب العزة الشعور الروحاني ده ربنا بينزلوا على الملائكة يعني من خلال الملائكة. طيب وربنا هيعمل ايه؟ اني معكم فثبتوا الذين امنوا. انتوا بقى خلاص انتوا خليكم في الجنب ده، ثبتوا الذين ايه؟ امنوا. دلوقتي ثبتوهم خلاص. طيب سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فدي ممكن يكون برضك تتوافق مع اللي قال ان ثبتوا الذين امنوا، ان فعلا حصل نوع من انواع التواصل بشكل من اشكال. رب العزة قادر على كل شيء، ان فعلا يقولوا لهم ده الكفار خايفين منكم. اهو ده التثبيت. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وفي نفس الوقت رب العزة هيلقي في قلوب الذين كفروا ايه؟ الرعب، يخليهم خايفين فعلا. خلاص. طيب بعد كده ايه اللي يحصل بقى؟ بيقول للملائكة فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. بيقول لمين؟ للملائكة. فاضربوا فوق الأعناق يعني فوق العنق الراس اللي فيها العين، اللي شايلة العينين والانتباه ومش عارف ايه، اللي داخل يحارب مركز براسه. فاضربوا فوق الأعناق فأغشيناهم فهم لا يبصرون. زيها بالظبط، اللي هو راسه هتتقل فتبدأ مش قادر يتسطل، زي كأنه اتسطل بالظبط. حلو الكلام. هو فوق العنق من الخلف موجود ايه؟ الناس اللي بتفهم في العلوم، المخيخ ده مسؤول عن ايه؟ التوازن. عشان كده لما بتتضرب على قفاك بيحصل لك ايه؟ بيختل توازنك. لما بتتضرب بعصايه من على راسك من ورا ايه اللي بيحصل لك؟ بتختل ويغمى عليك. فاضربوا. خلاص خلينا بس كده الله يبارك لك. فاضربوا فوق الاعناق. المقصود هنا ان يحصل لهم مش ضرب يعني، مش ضرب مادي، لان الضرب المادي لازم ويتوجب ان يكون له اداه. لكن هنا رب العزة بيتكلم عن فاضربوا فوق الأعناق، يعني في المكان ده هتبدأوا تعملوا خلل للاتزان بتاعهم وهم أساسا مرعوبين. واضربوا منهم كل بنان. يعني ايه اضربوا منهم كل بنان؟ قطعوا ايديهم صوابعهم ومفاصلهم؟ لا طبعا. الضرب بتاع كل بنان اللي هو التفريق. ما يقدروش يشيلوا السيوف ايديهم حتى يحصل لهم ارتخاء في الأعصاب، فما يقدروش. فالسيف يقع يتفرق يبعد عن ايديهم، يتركوا السيوف ما يقدروش. اعصابهم تسيب، مش شرط السيف يقع يعني يقع، اعصابهم تسيب. لك مطلق الحرية يا صديقي الجميل ان انت بينك وبين نفسك بس بعد اذنك يعني ان انت تدعي ان انا كافر او ان انا مخطئ، ولك مطلق الحرية ان انت تصدق او تنكر. او انا لا اعيب في المفسرين القدماء، لكن هناك تجديدات، والتجديد دون ناتج عن العصر وعن الفهم والادراك. وزمان كان اللي بيمسك اللي هم اهل العلم اللي كانوا بيمسكوا الكتب وعندهم صبر ان هم يمسكوا الكتب يقعدوا يفكروا ويجي لهم المصادر قدام عينيهم ويراجعوا، دول ناس كانوا بيتعبوا جدا. يعني ابن كثير لما كان يقرا للاسلاف كان يقعد يجيب كتب ويجمع مصادر ويسافر ويروح ويجي، عمليه شاقه. فمش اي حد كان يقدر يعمل كده. كل ده ارهاق. ما كانش بيديله متسع ان هو ممكن يبقى فيه تفكير اكبر من كده. لكن احنا نشكر الناس دي المخلص منهم انه فعلا قدر يوصل لنا معنى حتى لو هنختلف معاه فيه، وان الناس دي ان شاء الله نزكيهم على خير يا رب ان شاء الله، ونحسبهم على خير زي ما بنقول، ونزكي عملهم باذن الله. فهنا رب العزة بعت الملائكة قد لا يكونوا مرئيين، واعتقد يعني انهم مش مرئيين، لان لو مرئيين كان ممكن الكفار يقول لك
ده جالهم قبيلتين 3 دعم خارجي، لكن هم العدد القليل اللي هو بتاع المسلمين هو اللي حارب الكفار الكتير من غير ما الكفار يشوفوا الملائكة أساسا، ومن غير ما يبقى في سيف ماشي لوحده بقى في الهواء، أصل الملاك مش باين يعني. مفيش الكلام ده، والله أعلى وأعلم، وأشكركم بالشدة.